أهلا بكم. ليلة ساخنة عاشتها المنطقة الشمالية في المغرب بعد أن صدت الشرطة المغربية مئات الأشخاص ومنهم عدد كبير من القاصرين والذين حاولوا الوصول إلى سبتة المحتلة من وجهة نظر مغربية التابعة إلى إسبانيا، وذلك بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الناس على محاولة العبور. ما خلفيات ودلالات هذه العملية الجماعية؟ من وراءها؟ ومن المستفيد منها؟ ما تداعياتها كذلك على العلاقات المغربية الإسبانية؟ ما قصدته في مقالي هو أن هذه العملية التي عشنا تفاصيلها المأساوية والمثيرة ليلة أمس قد لا تكون بعيدة عن التوظيف وعن الفبركة وعن التوجيه والتأجيج أيضا، بالنظر إلى الحملة الطويلة التي سبقت ليلة أمس، لأننا نعرف منذ أكثر من أسبوع بموعد 15 من سبتمبر 2024 الموعد المحدد لنزوح الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة نحو أوروبا إلى هذه المناطق المحيطة بحدود مدينة سبتة المحتلة. شبكات نشطة في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بالشباب وبالقاصرين، بدأت تبحث عن أساليب أخرى. إضافة إلى هذا، نوعية وكم الجنسيات الأخرى التي وجدت ضمن أو تم إيقافهم ضمن من حاولوا التسلل من لبنانيين إلى سوريين إلى أفارقة إلى تونسيين إلى جزائريين إلى غير ذلك، توحي بأن الأمر يتعلق بتخطيط وبإضراب لموعد معين، والأكثر من ذلك لتحديد نقطة انطلاق لمساحة كاملة. وكان ربما على سبيل المثال العام الماضي أو العامين الماضيين كان قد حصل وضع مشابه في مدينة مليليا المحتلة أيضا، وانتهى مشاكل بوفيات وغير ذلك، وكان فيه حتى جنسيات من السودان. إذا الأمر يتعلق بتخطيط إقليمي، بمسألة إقليمية ليست فقط من وراء هذا التخطيط الإقليمي من وجهة نظرك؟ لم يعد لدي الوقت. فكرة بسيطة أستاذة، فكرة بسيطة مهمة جدا. ذكرت ملف سبتة ومليليا، ذكرت ملفا لا مهما. فكرة سأختم كلامي بهذه الفكرة رجاء. باختصار، لم يعد لدي الوقت، تفضل. لا فقط لو كان المغرب ما زال على خلاف مع إسبانيا لسمعنا اليوم أن المغرب هو السبب في دفع هؤلاء الشباب إلى سبتة ومليليا. طيب. وحتى لا نسيء إلى المؤسسات الأمنية المغربية ونلصق الأمر بكامله بالمؤامرة الأجنبية. المغرب ليس بهذا الضعف، والمؤسسات الأمنية المغربية ليست بهذا الضعف الذي يسمح لأي أجندة أو أي مؤامرة أجنبية بالتلاعب بالمغرب بهذه الطريقة لمدة أكثر من أسبوع. أقول أكثر من أسبوع، ونحن نعلم بوجود تحضير لهذا الأمر. إذن علينا أن نبحث عن عوامل وعن أسباب أخرى خارج. نعم، قد يكون هناك تدخل، قد يكون هناك تأجيج، قد يكون هناك توظيف، لكن هناك أيضا عوامل أخرى. لم يعد لدي الوقت. فكرة بسيطة أستاذة، فكرة بسيطة مهمة جدا. ذكرت ملف سبتة ومليليا، ذكرت ملفا لا مهما. فكرة سأختم كلامي بهذه الفكرة رجاء. باختصار، لم يعد لدي الوقت، تفضل. لا فقط لو كان المغرب ما زال على خلاف مع إسبانيا لسمعنا اليوم أن المغرب هو السبب في دفع هؤلاء الشباب إلى سبتة ومليليا. طيب، أهلا بكم. ليلة ساخنة عاشتها المنطقة الشمالية في المغرب بعد أن صدت الشرطة المغربية مئات الأشخاص ومنهم عدد كبير من القاصرين والذين حاولوا الوصول إلى سبتة المحتلة من وجهة نظر مغربية التابعة إلى إسبانيا، وذلك بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الناس على محاولة العبور. ما خلفيات ودلالات هذه العملية الجماعية؟ من وراءها؟ ومن المستفيد منها؟ ما تداعياتها كذلك على العلاقات المغربية الإسبانية؟ أسئلة كثيرة أطرحها على ضيفي من الرباط. أرحب بالسيد يونس مسكين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كما أرحب بالدكتور عبد الفتاح نعوم، الباحث في العلوم السياسية. أبدأ معك أولا سيد مسكين. في مقالك على منصة صوت المغرب قلت إنك لا تستبعد أن يكون وراء النزوح الجماعي للشباب المغربي نحو سبتة أن الأمر تم بفعل فاعل. ما السيناريوهات الممكنة من وجهة نظرك؟
مساء الخير أختي ريم، ومساء الخير لمشاهديك الكرام، وتحية طيبة لضيفكم المحترم. ما قصدته في مقالي هو أن هذه العملية التي عشنا تفاصيلها المأساوية والمثيرة ليلة أمس قد لا تكون بعيدة عن التوظيف وعن الفبركة وعن التوجيه والتأجيج أيضا، بالنظر إلى الحملة الطويلة التي سبقت ليلة أمس، لأننا نعرف منذ أكثر من أسبوع بموعد 15 من سبتمبر 2024 الموعد المحدد لنزوح الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة نحو أوروبا إلى هذه المناطق المحيطة بحدود مدينة سبتة المحتلة. ورغم الاستنفار الأمني الذي حدث في هذه المدة كلها وحدوث بعض التوقيفات لبعض العناصر التي يقال إنها تورطت في عملية ترويج لهذه العملية، إلا أن النزوح حدث بالفعل، والإثارة انطلقت قبل يومين على الأقل في محيط هذه المنطقة، وتدفق عدد كبير من الشبان ومن القاصرين إلى محيط المدينة المحتلة. وهذا كله يترك الانطباع بوجود تخطيط ما، بوجود جهة ما، بوجود أطراف أو أيدي يمكن أن تكون قد ساهمت في التأجيج وفي التعبئة وفي تحريض هؤلاء الشبان على هذا النزوح. لكن ما قصدته أنا من هذا الأمر، من الإقرار الضمني بهذه الإمكانية أو بهذا الاحتمال، قصدت به التقليل من أهمية هذا الأمر، لأن وجود أطراف معينة إما ساهمت في التخطيط أو ركبت ووظفت واستغلت هذا الحدث، هذا تحصيل حاصل، هذا أمر طبيعي وبديهي. الأهم بالنسبة إلي وما يجب أن ينصب عليه النقاش والاهتمام هو لماذا حصل كل هذا، لماذا وجدت هذه الأطراف، إن وجدت وكانت وراء هذا التحريض وهذه التعبئة وهذا التأجيج، لماذا وجدت كل هذا العدد من الشبان المغاربة المستعدين لركوب هذه المغامرة والذهاب نحو المجهول ومحاولة اختراق حدود يعني محروسة من الجانبين؟ هذا هو ما قصدته بإقراري بوجود احتمال لأطراف معينة تدخلت في الأمر. طيب، سنفصل في الأسباب، لكن دكتور نعوم، تم توقيف عدد كبير من الشباب حتى ليس فقط في المنطقة الشمالية وإنما في مدن مغربية مختلفة لمنع وصولهم إلى محيط سبتة، والموعد كان معروفا مسبقا. هل يتعلق الأمر ربما لن أقول ربما إخفاق أمني، لكن لم يتم التعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة؟ كان هناك ربما استهانة بهذه الدعوات حتى حصل ما حصل. كيف تنظر أنت إلى هذا الموضوع؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. أنا أتفق مع الأستاذ يونس في جزء مهم جدا مما أتى به ومما قاله، وأتصور أن الموضوع فيه الكثير من التآمر إن قلنا بطريقة أو بأخرى، نظرا لاعتبارات معينة تتصل بهذه الموضوع بالضبط، وبتحديدا الوضعية المتعلقة بمدينة سبتة المغربية المحتلة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه على الأقل نتحدث عن مدينتين محتلتين مغربيتين كان موضوع توقيف منذ بداية كورونا لمسألة التهرب المعيشي أو التهريب المعيشي، وهذه المسألة جعلت الكثير من الشبكات التي تنشط في مجال تهريب القاصرين والإبقاء على القاصرين عالقين هناك لا في إسبانيا ولا داخل المدينتين المحتلتين كان أمرا متاحا. هذا الموضوع انتهى، وبالتالي الشبكات الناشطة في هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بالشباب وبالقاصرين بدأت تبحث عن أساليب أخرى. إضافة إلى هذا، نوعية وكم الجنسيات الأخرى التي وجدت ضمن أو تم إيقافهم ضمن من حاول التسلل من لبنانيين إلى سوريين إلى أفارقة إلى تونسيين إلى جزائريين إلى غير ذلك، توحي بأن الأمر يتعلق بتخطيط وبإضراب لموعد معين، والأكثر من ذلك لتحديد نقطة انطلاق لمساحة كاملة. وكان ربما على سبيل المثال العام الماضي أو العامين الماضيين كان قد حصل وضع مشابه في مدينة مليليا المحتلة أيضا، وانتهى مشاكل بوفيات وغير ذلك، وكان فيه حتى جنسيات من السودان. إذا الأمر يتعلق بتخطيط إقليمي، بمسألة إقليمية ليست فقط من مجرد وراء هذا التخطيط شيء الإقليمي من وجهة نظرك؟ إضافة إلى هذا، حينما نتحدث عن هذه الحالة بالضبط البارحة، يكفي فقط
يكفي فقط أن ننتبه إلى مثلا على سبيل المثال إلى أنه أكثر من 10 منابر جزائرية تشتغل صباح مساء من أجل الدعاية لهذا الموضوع ومن أجل التطبيل له ومن أجل محاولة تبريره وجعل المغرب هو الذي يتحمل آفة الهجرة في الكون في العالم بأكمله. يمكن أن نكتشف من بعض الجهات الضالعة في هذا الموضوع، لكن أيضا ينبغي أن نشير إلى حتى لو كان هذا الأمر كذلك دكتور نعوم، في هذه الحالة تعاملت بمهنية كبيرة واحترافية كبيرة، حتى لو كان الأمر كذلك وفاة واحدة ألا يتعلق ربما بتقصير أمني مغربي إذا كان الأمر يسمح بجهات خارجية وإقليمية بالضلوع بهكذا تحرك كبير؟ إذا تعرفنا إلى عنصرين مهمين جدا قد نكتشف لماذا صعوبة يعني ملاحقة مثل هذه التجمعات. العنصر الأول متعلق بالبيئة الجغرافية المحيطة بهذه المنطقة وخصوصا منطقة الغابات والجبال. إضافة إلى هذا حينما نتحدث أيضا عن مشكلة أخرى متعلقة بأن الأمر يتعلق بثغرين مغربيين محتلين، إذا هناك يعني توريط لأوروبا في فضاء جغرافي مغربي إفريقي، وبالتالي مشكلة قانونية سياسية جيوسياسية مطروحة منذ قرون طويلة، وهي موضوع النقاش ودبلوماسي وسياسي بين المغرب وبين إسبانيا. فبالتالي هناك مشكلة، هناك تعقيد، هذا التعقيد يستغل من طرف الشبكات التي تقوم بالتجنيد هذا الموضوع. ثم الأكثر من هذا هناك عناوين اجتماعية، يعني نتفق مع الأستاذ يونس حينما يقول أن هناك يجب أن نبحث لماذا حصل ما حصل. هناك يعني انجذاب واندفاع نحو الهجرة بهذه الطريقة، وهذا موجود لا يمكن أن ينكره أحد، لا في المنطقة بأكملها، لا في الجزائر ولا في تونس ولا في القارة الإفريقية ولا حتى في المغرب. هذا الموضوع موجود. ثم لا ينبغي أن ننسى أننا في منطقة امتداد كبير يعج بالتحولات. اليوم ونحن نتحدث عن موضوع الهجرة من شرق المنطقة المحاذية لشرق أوروبا والتي تتعلق بالعام 2011 إلى الآن حينما كانت مطروحة مشكلة هجرة السوريين وغير ذلك، الموضوع المتعلق أيضا بالهجرة عبر ليبيا وعبر تونس وعبر الجزائر. هذه المواضيع الآن يجري إغلاقها لعدة اعتبارات مرتبطة بالوضع الأمني والعسكري في منطقة شرق أوروبا، وبالتالي الآن هذه الشبكات التي تعمل في هذا الإطار تتجمع من أجل استغلال شيء مهم جدا في الهجرة. هذه الهجرة هي مثل أسراب الجراد، لا أو مثل فيضان الأودية. في بعض الأحيان أنت يمكن أن تتوقع أن المهاجرين يقصدون نقطة معينة كما حصل الآن، لكن لا يمكن أن تتوقع الاندفاع ونقطة الصفر، ولا يمكن ملاحقتها. وإذا المشكل الأكبر، وهذه فكرة مهمة جدا، كان الرهان ربما على أن تتصدى قوات الأمن بطريقة معينة تحملها المسؤولية لاحقا، لنكون الآن سنتكلم كلاما آخر. لكن حكمة المؤسسة الأمنية في المغربية أفشلت وأجرت هذا المخطط، وكان الأمر بصفر خسائر. طيب أستاذ يونس مسكين، يعني تحدثت أيضا عن ما وصفته بدلالات الرمزية للحدث، وصفتها بالمريعة، لماذا؟ أولا إذا كنا نريد أن نفهم الذي حصل وأن نجيب عن سؤال لماذا حصل ما حصل، علينا أن نضع الأمر في سياقه الطبيعي. علينا أن نشير أولا إلى العلاقة التقليدية والتاريخية للمغاربة مع الهجرة. المغاربة هم شعب مهاجر بطبعه، هناك أكثر من 15% من المغاربة يقيمون خارج البلاد، هناك أكثر من 5 ملايين مغربي من المسجلين لدى المصالح القنصلية المغربية، وأكثر من 6 ملايين إذا أضفنا العناصر الأخرى. ثم هذه القابلية للهجرة، لدينا آخر ما صدر من دراسات استطلاعية، لدينا دراسة البارومتر العربي الذي صدر الصيف الماضي فقط وليس يعني منذ وقت طويل. هذا التقرير أشار إلى أن أكثر من 35% من مجموع المغاربة لديهم استعداد مبدئي للهجرة. وعندما نأخذ الشريحة العمرية بين 18 و 29 أو 30 سنة ترتفع هذه النسبة إلى 55%. وعندما سئل هؤلاء المغاربة الذين عبروا عن استعداد مبدئي للهجرة عن الطريقة التي ينوون الهجرة بها، أكثر من نصفهم قالوا إنهم على استعداد للهجرة من المغرب بطرق غير قانونية وغير مشروعة. هذا عن علاقة المغاربة بالهجرة واستعدادهم. من جانب آخر، وحتى لا نسيء إلى المؤسسات الأمنية المغربية ونلصق الأمر بكامله بالمؤامرة الأجنبية، المغرب ليس بهذا الضعف، والمؤسسات الأمنية المغربية ليست بهذا الضعف الذي يسمح لأي أجندة أو أي مؤامرة أجنبية بالتلاعب بالمغرب بهذه الطريقة لمدة أكثر من أسبوع. أقول أكثر من أسبوع، ونحن نعلم بوجود تحضير لهذا الأمر. إذن علينا أن نبحث عن عوامل وعن أسباب أخرى
خارج. نعم قد يكون هناك تدخل، قد يكون هناك تأجيج، قد يكون هناك توظيف، لكن هناك أيضا عوامل أخرى. هذه العوامل لو نعود إلى الأرقام الرسمية المغربية، هي ليست لا أرقام أجنبية ولا أرقام معارضة. الأرقام الرسمية تتحدث عن أكثر من 4 ملايين شاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة ممن لا شغل لهم ولا تكوين لهم ولا يخضعون لأي تدريب. هؤلاء يعني هم الذين يشكلون الفئة الكبرى من الذين توجهوا إلى حدود سبتة المحتلة هذه الأيام لكي يقوموا بمحاولة الهجرة. وبالتالي عندما قلت إن الدلالات الرمزية، كل هذه العوامل، المعطى الأمني، المعطى الجيوستراتيجي، التدخل الأجنبي، وحتى هذه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أن نستحضرها ونوظفها في فهم ما جرى، لكن وحدها لا يمكن أن تفسر لنا ما حصل، لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب ليس بالسوء الذي يمكن أن نتخيل أنه يدفع نسبة كبيرة من المغاربة إلى النزوح بهذه الطريقة. إذن علينا أن نبحث عن عوامل وعن تفسيرات وعن أسباب أخرى. هذا ما قصدته بهذه الدلالات الرمزية. يعني هناك إخفاق تربوي وثقافي يتعلق برؤية الشباب المغربي والشباب العربي عموما في المنطقة تماما. الذين يريدون يعتبرون أن الآخر أو الضفة الأخرى هي الجنة. تماما، هذا ما قصدته وهذا ما أؤكد عليه بضرورة تنسيب وعدم التضخيم من عنصر المؤامرة والتدخل الأجنبي من جهة، وعدم التضخيم من العنصر الاقتصادي والاجتماعي أيضا على أهميته وعلى تأثيره الكبير. هذا الجانب التربوي الثقافي أعتقد أنه المفتاح لفهم هذه القصة التي حصلت اليوم. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نعم فيها اختلالات كبيرة في المغرب، هناك نقص كبير، هناك بطالة مرتفعة، هناك آفاق يعني غامضة بالنسبة لأغلب الشباب المغاربة، لكن هذا وحده لا يفسر. هناك مشكلة ما في تمثل الإنسان المغربي وخاصة الإنسان اليافع الشاب المراهق الطفل لما سيكون عليه حاله غدا في المغرب. هنا أعتقد أن الخلل وهنا ناقوس الخطر الذي يجب أن نستشعره وننتبه إلى مكامن الخلل في التربية، في الإعلام، في هذه السردية الجماعية التي نقدمها للمغاربة، ونحن نقبل اليوم على استحقاقات كبرى مثل تنظيم كأس العالم وأوراش صناعية وتجارية واقتصادية كبرى. علينا أن نستحضر هذا الإنسان وكيف يتمثل نفسه ويتمثل محيطه ويتمثل مستقبله فوق هذه الرقعة من الأرض. دكتور عبد الفتاح نعوم، هل المشكلة فعلا يعني إلى جانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي تكمن أن هناك ربما مشكلة ثقافية وفكرية لدى الشباب المغربي اليافع، وفكرة دائما الهجرة غير الشرعية أو الحريق بالمفهوم المغربي الذي يعتبره حلا لكل المشاكل؟ هل قصرت الدولة المغربية في هذه النقطة ثقافيا وتربويا؟ لا، إذا طرحنا الموضوع بهذه المسألة وكأننا نتحدث عن الهجرة، المغاربة فقط وحدهم من يهاجرون في العالم. مسألة الهجرة ليست مسألة ثقافية، مسألة الهجرة هي نشاط إنساني عابر للدول وعابر للجنسيات وللثقافات ولكل شيء، بل أن الهجرة في معظم الأحوال وفي مجمل الأحوال الهجرة هي بطريقة أو بأخرى هي تصنع هذه الدينامية البشرية التي يشهدها العالم من حضارات وثقافات وصناعات وتنمية وغيرها. المشكل أعمق من ذلك بكثير. مشكل الهجرة هو مشكل يتصل بالطريقة التي انتسجت بها علاقة الشمال بالجنوب. من يحاول مشكلة الهجرة وما تعانيه اليوم خارج ربط ذلك بمسؤولية الغرب وإفقاره وتفقيره للدول التي كان يستعمرها وتدخله في شؤونه الداخلية اليوم، هو يطرح المسألة بطريقة رومانسية وحالمة ولا يمكن أن تناقش بشكل من الأشكال. أما عن موضوع تضخيم العامل الأجنبي أو غير ذلك، لا يوجد أحد يضخم يا أخي يونس العامل الأجنبي. العامل الأجنبي هو موجود، الدول تتدخل في شؤون بعضها البعض بطريقة أو بأخرى، والمشاريع موجودة والمؤامرات موجودة، ومن لا يراها فهو أعمى. بأنه حتى البارومتر العربي الذي بنيت عليه أخي يونس تنتجه مؤسسة بحثية تابعة لقطر ومعروف خلفياتها ومعروف أنها أيضا لديها أجندات. يعني لا داعي يعني فقط الهروب من تضخيم العامل الأجنبي بهذه التفسيرات أو بهذه العبارات، لأنه هذا لا يفيد. ثم بالأكثر من ذلك، العامل الأجنبي هو موجود، لكن من الذي أفشله وأحبطه؟ هو الطريقة التي تفاعلت بها القوات الأمنية المغربية. الأمن المغربي لو تفاعل بطريقة كان يريدها من كان يخطط لهذا الحدث لكن اليوم نتكلم عن شيء آخر. وأعود بك إلى الذاكرة قليلا أخ يونس إلى حينما حصل ما حصل في مليليا. وسائل الإعلام الجزائرية، وسائل الإعلام في دول غربية، مؤسسات صحفية، تلفزيونات دولية، كلها كانت تتكلم عن المغرب قام بكذا والموتى والقتلى والعنف وما إلى ذلك. لا بالعكس، المغرب استعمل طرقا آمنة
أولا لأن المغرب موقع على اتفاق الهجرة الآمنة والهجرة الغير نظامية، الاتفاق الأممي وتقارير ونصوص الأمم المتحدة، وأيضا شراكات المغرب مع الاتحاد الإفريقي ومع الأمم المتحدة. المغرب يا أخي يتوفر على مكتب للهجرة، هو الموجود المكتب الإفريقي للهجرة في مراكش. المغرب لديه الكثير من السوابق التي أنقذ فيها مئات المحاولين أو المرشحين للهجرة السرية كانوا سيغرقون في عرض البحر. قام بعمليات إنقاذ، هذا معروف، لكن ربما الفكرة لا يمكن تعليق. على مسألة ثقافية فقط. لا يمكن تعليق كل يعني ما يحدث سلبا. لا، المسألة الثقافية يا أستاذ، المسألة الثقافية شو لا يمكن، لا أحد يعلق كل المشاكل على الأجنبي. الأجنبي يراهن على مشاكل داخلية، يحاول استثمار مشاكل داخلية، لكن حكمة المؤسسات الوطنية المغربية هو أنها لا تسمح لهذه المؤامرات الأجنبية بأن تنجح، وهذا الذي ينبغي أن نسجله اليوم. أما عن التفسيرات السوسيولوجية لا أنصح فقط يعني بالاعتماد على البارومتر العربي مع احترامي له ولمن ينجزونه، لكن يمكن أيضا الاشتغال بالمنهجية الصحفية. لكن دكتور نعوم، ألا ترى يعني أنت تسكن في المغرب، يعني العارف للمغرب والعارف للشباب المغربي، ألا تتفق أنه عندما تسأل شابا مغربيا عن أحلامه أو يعني الإجابة تكون يعني في أغلب الأحيان أريد الخروج، سئمت، أريد تغيير؟ أليست هذه الفكرة يعني حاضرة في المجتمع المغربي، فكرة الحريق؟ لا يمكن، لا يمكن أن ننفي هذا. هناك فئة شريحة عريضة فعلا لديها هذه الفكرة وتؤمن بأن تأمين مستقبلها وبأن أحلامها المستقبلية هي مرتبطة فقط بالهجرة بأي طريقة من الطرق. ولا يوجد أحد منا في محيطه العائلي في محيطه الاجتماعي لا يعرف حالات بعشرات الحالات يعني قضت حياتها أو بدأت حياتها من خلال هذا المشوار، مشوار الهجرة الغير نظامية، ثم يعني رتبت أوضاعها فيما بعد في أوروبا أو في أي دولة أخرى. هذا واقع موجود، لكن أنا أقول أنه من باب الإنصاف والنزاهة أن نأخذ الأمور بمجملها وبمختلف تفصيلاتها. مثلا على سبيل المثال الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول العربية المتوسطية هي أسوأ بكثير من الظروف في المغرب، ولا تجد مثل هذه الحالات. هناك تعقيد آخر مرتبط بالوضعية الإشكالياتية المرتبطة بأن المغرب ثغورا محتلة في أراضيه، وهذا يحفز الشبكات لتعمل. طيب هذه نقطة مهمة دكتور نعوم، هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. لم يعد لدي الوقت. فكرة بسيطة أستاذة، فكرة بسيطة مهمة ذكرت جدا. ملف سبتة وميليليا، ذكرت ملفا مهما. لا فكرة، سأختم كلامي بهذه الفكرة رجاء باختصار، لم يعد لدي الوقت، تفضل. لا فقط لو كان المغرب ما زال على خلاف مع إسبانيا لسمعنا اليوم أن المغرب هو السبب في دفع هؤلاء الشباب إلى سبتة وميليليا.